ليف وكرب، حطب سمر، زور نخل. بسوي لكم شواع ماني بالدقاق. 5 ملاعق كزبرة وكمون، وطبعا قليتهن قبل. تيران بهارات مشكلة 10 ملاعق، فلفل مقروش 1.5 ملعقة، فلفل اسود 1.5 ملعقة، 5 حبات ثوم، نص كوب خل، وخلطنج واتر، ملح وردي. وهذه تبزيرة الشواء بهذا القوام، وهذا سهم بذابه. ها بالعافية. على وين؟ ما باغى شكر وابوي يعني لازم تخليني ابدل القفاز تو مالش. دقاق بدون ريش. وزعت البهارات ملعقة ملعقة، وندغدغ الدقاق شوية، نخليه يستانس قبل عن ينشوي. سوالها طشونة داخل. ورق الموز فرشته في الشبك، واهم شيء لا تنسى تغسل الورق. وعاد باقلنا بس نصف الدقاق ونعقه في التنور. اذا ما عندكم ورق موز يمديكم تسووا شوع او سعف النخيل، طبعا هذا الباقي من الخلطة. والى التنور، نغطي عليه بإحكام وبسرعة، نتركهن تحت الأرض ساعة، ندفنه ونتأكد أنه ما يطلع دخان. طريقة العيش: خضار، أي خضار تريدها حطها، وبهارات صحيحة. نطبخها نص ساعة، بعد نص ساعة نشيل الخضار وعلى طول في الخلاط من غير البهارات الصحيحة ونسويه بهن شتني. نوزن الملح ونحط عيش الوزير الغني عن التعريف، من أفضل أنواع العيش معي شخصيا. سمن بقر وشوية هيل بودر وكركم. شيك لي على حبة العيش، غايته نشوف إذا ناضج ولا ما ناضج. ما شاء الله. هني يوم تبع 1 2 10. فيري نايس. الحبة بحبتها. كحلوا عيونكم بس. وباقي ويش؟ صار طنك. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. آسف على المناظر الجاية. طعمه لحم يا أخوك. شوية شتني. بسم الله. طعمه فنان ويؤكل بالخمس. وهذا حال الجيران.